مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، ودائما من خلال صباح الخرطوم عندنا مساحه للابداعات في كل دروب الابداع المختلفه. معانا الليله ضيف هو ممثل ومخرج ومؤلف درامي. دائما بنحيي الشباب ومبادراتهم الشبابيه المختلفه. طالما في طموح بنقدر نصل، طالما في احلام ان شاء الله ممكن نصل الى كل اهدافنا في الحياه، فاحلموا بلا سقف. دي رساله لكل الشباب انه الحياه جميله، لكن كيف احنا بنعيشها، كيف بنحقق طموحاتنا واحلامنا. انا سعيده ان يكون معي الامين الرفاعي. مرحبا بك وصباح الخير. ممثل ومخرج ومؤلف درامي ما شاء الله. ان شاء الله يعني بالتوفيق باذن الله. مرحبا بك. اللهم امين وتسلم يا استاذ. صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا الاعزاء في قناه فضائيه الخرطوم، وبحيي من هنا يعني كل الاهل والحبان ما شاء الله. اول استضافه لي في التلفزيون، فما ان شاء الله ورينا الحلو كلها والحاجه والرزلاحه ما شاء الله. حارسين التلفزيون من يلا احنا بنحييهم كلهم في هذا الصباح، وجميل انه يكون في ابداعات شبابيه ومسلسل حكاوينا، مسلسل درامي نتعرف عليه كأول عمل لكم، ولا في سبقوا أعمال ثانية؟ والله سبقوا أعمال لكن ما ده الظهر أكثر. ده الظهر يعني. نعم. قبل كده كان اشتغلنا مع مجموعة الابتسامة لا التحية، اشتغلنا مسرحية اسمها يوميات حمام في شارع في المسرح القومي هنا، وكان يعني لقت قبول ما شاء الله جيد. نعم. ده كان أول عمل اشتغلوا. جميل جدا. مسلسل حكاوينا كواحد من الانتاج الشبابي بينزل في اليوتيوب، ودي الوسيله الاقرب للشباب الان في انهم هم يوصلوا اعمالهم الدراميه لكل العالم، لانها بتكون سريعه الانتشار. حكاوينا دي بتتحدث عن شنو؟ والله حكاوينا يعني انا بديت كتابتها من فتره، يعني ما بتتكلم عن قضية معينة، فهي مجموعة من الحلقات. هي حلقة بتتكلم عن موضوع براء، بتناقش قضية مختلفة. نعم. قضايا مجتمعية أي مجتمعية كلها، يعني جاي سلسلة كوميدية خفيفة كده بتعالج قضايا المجتمع. مثلا القضية الأولى كان نزلت الحلقة الثانية يوم الجمعة، يعني كل أسبوع بنزل حلقة بتتكلم عن بيعات الشاي وكده. نعم. ففي تنمر حاصل في المجتمع. يعني المهم رسالة الحلقة في نهايتها بتقول إنه العمل ما عيب، العيب عيب سيده، وإن دار يمشي عديل بيمشي، وإن دار يتلولو بيتلولو. نعم. عموما هي رسائل مجتمعية ينبغي على الشباب إنه يسلطوا على الضوء، خصوصا أنتم يعني المهتمين والمبدعين في مجال الدراما والتأليف والإخراج أيضا. الموهبة بتحتاج إلى ممارسة. أنت ذكرت لي أن أخذت كورسات مختلفة في مجال الدراما ومجال التأليف والإخراج. كلمنا عن المجموعة بتاعتكم دي وكيف بتقدموا العمل ده، لأنه دائما عندنا في السودان في إشكالية التمويل، وكيف الناس تخرج العمل بالصورة المطلوبة. طيب أنا في البداية يعني لما كنت هاوي تمثيل، بس مجنون داير أمثل، يعني ما عارف خلفية، عارف دراسة، عارف ده. نعم. بس كده جيب كاميرا، موهبة ما شاء الله. موهبة. نعم. يعني متابع. فبديت أشتغل الإسكتشات الصغيرة دي. بعد فترة يهود لميت مع مجموعة الابتسامة الثقافية، فمعانا المخرج مجدي على مدير المجموعة الابتسامة الثقافية له التحية من هنا. يعني هو جمعنا ورانا كيف بداية التمثيل، كيف حركة المسرح، كيف ده. حتى بدينا أخذت العمل. طبعا الجانب الأكاديمي مهم جدا في الجانب يعني هو كان فينا الوحيد الدارس. نعم. بعد كده بعد نفذنا العمل ده فتخرجنا على يد الدكتور حنيبال يوسف حرب له التحية من هنا. يعني ده عنده نسبة تقدير كبيرة كده، يعني ما عارف أشكره بشنو ذات يعني. نعم. فده حسسني إني أنا كممثل، ادانا الحافز ده قدام، درسنا، علمنا كيف نخرج، كيف نمثل، كيف نكون مبدعين عالميين عديل، مش على مستوى السودان. نعم. جميل جدا. بعد كده قريت عندي شهادة من تركيا في التمثيل، شهادة من تركيا وشهادة من وزارة الشباب والرياضة.
نعم، جميل جدا. جميل انه الواحد يطور نفسه طالما في الموهبه والابداع، يعني ثقله بالجوانب الاكاديميه برضه مهم، عشان يعني اي عمل عنده جوانب معروفه عالميا وتقنيات وتكنيك لابد انه يكون موجود عشان ما نقدم عمل ممكن يكون مميز. دي حكاوينا. كلمنا عن استعداداتكم لرمضان ان شاء الله. والله رمضان ان شاء الله هو جاي عمل، يعني زي ده جاي عمل، يعني دار اغير الواقع شويه، يعني ما اشتغل على اساس السودان هنا بس الشغل العامل في السوق. نعم. يعني كمثلا اخواننا المصريين هنا بيشتغلوا شغل عالمي، يعني زي سمير وشهير وبهير، كونه العالم يرجع 30 سنه لورا ويعيشوا، او فيلم بنات العم انه اولاد يتحولوا لبنات كده. فدار اشتغل على الطريقه دي، انه يعني شغل في الخيال، تجيبه من الخيال في الواقع يكون ما في. نعم. فده الشغل القادم ان شاء الله في رمضان. وبديت شو يعني أسداني في حاليا فكرة بتاعت 6 حلقات، دارت يومهم أشوف لي 30 كده اشتغلهم لرمضان لو ربنا سهل إن شاء الله. إن شاء الله. دائما لما تيجي تعمل أي عمل بيكون عندك ورشة، هل العمل أنا هقوم به ده ممكن يكون مقبول مجتمعيا، ممكن يلقى رواج، ولا بتشتغل الحاجة بس وبتنفذها طوالي؟ والله أنا الفكرة أول حاجة بتجيني الفكرة، جاتك باخد الفكرة عندي صاحبي أحمد عوض، هو الممثل معاي، نعم. ممثل ولدي، يعني هو أكبر نعم. مني وبولاداته، ما شاء الله. لكن ممثل ولدي في السلسلة. نعم. في المسلسل حكاوينا، فشنو بستشيره يعني زول الأقرب لي، بشاوره إنه يا أخي الفكرة دي كيف، قال لي يا أخي والله الموضوع ده ظابط كده، بقوم ببدأ أنا أحولها لسيناريو، أبدأ تاني أنفذها. لما أنفذها ده أنا في بالي إنها سمحة وشغل جميل، لكن تاني القبول زي ما بقول من رب العالمين إن شاء الله. موفق يا رب. إن شاء الله. أنتم مجموعتكم دي فيها كم؟ والله اللي اشتغلنا العمل ده يعني الممثلين الأساسيين زي 13، يعني بنلحق 20 باقي الكادر الفني وكده. نعم. هل أعمالكم دي بتصلح للبث التلفزيوني؟ والله اصلا لما بدينا التصوير اشتغلنا كمعيار تلفزيوني، يعني تنغاز بمقياس الدراما السودانية. نعم. لكن حصلت شوية كده من العراقيل في المجموعة فترفع على الميديا. نعم. طيب انتم كشباب وعندكم طموحات انكم تقدموا حاجات سودانية من واقعنا السوداني، ولو تابعت يعني لما يكون في مسلسل سوداني بتلقى كل السودانيين هو بيتابعوه بشغف كبير جدا، لانه بيحسوا انه ده واقع سوداني ممكن الناس تتابعه، وممكن يعني بتكون منتظرة ومتشوقة لهذا الامر. أنا أعتقد إنه دي حاجة ينبغي إنه جهات الاختصاص تنتبه لها وتضع ميزانيات أيضا، لأنه الدراما السودانية محبوبة جدا، حتى الناس بتتعرف على ثقافتها المحلية، لأنه السودان فيه موروث ثقافي كبير جدا، بتختلف العادات من منطقة إلى أخرى. دي ينبغي إنه من خلال الدراما تظهر للمشاهد والمتلقي السوداني عشان ما يتعرف على جمال السودان والموجود فيه. والله ده المفترض انه يكون ده اللي بيحصل يا استاذه. نعم. لانه السيدر مثلا انا قاعد هنا في الخرطوم من ما قمت بسمع بجبال النوبه، بسمع بمروي، بسمع بذاك ما شفتهم. نعم. يلا انا من خلال الدراما بقدر انقل الواقع ده، بقدر اوري اللي في السودان والخارج السودان انه شوفوا ده السودان، ده جمال الطبيعه، ده الحاصل، دي عاداتنا، دي تقاليدنا، يعني احنا عندنا كم لهجه، عندنا كم عادات، عندنا موسوعه. نعم. يعني السودان موسوعه لا تحصى. فده كله بنقدر نقوله بالدراما. والسودان يعني الشعب السوداني متعطش للدراما كثير، يعني هسه انا اقعد انتظر من سنه لسنه لرمضان حتى شنو احضر الدرامات السودانيه. نعم. فده نقص كبير جدا يعني. فالدوله ان شاء الله تراعي الموضوع ده. لانه إشكالياتكم شنو انتم كشباب عشان ما تنتجوا عمل درامي سوداني؟ والله الاشكاليات هي كثيره، يعني لو قلت احسبها لك ما بتنحسب. يعني اول حاجه بتلقي امكانيات. والله هي الامكانيات يعني حاجه اساسيه، اصلا ما في امكانيه ما بتقدر تشتغل. ما يقول لك جبت تلفون عملت كده انت خلاص بتمشي، لا. انت قدرت تعمل عمل لازم يكون منسق، لازم يكون تصويره فول اتش دي، يعني حاجات كلها تكون شنو بالمستوى المطلوب اللي في السوق عشان انت تقدر تسوق العمل. الكوادر اللي تشتغل معاكم هي متخصصة في المجال ده؟ متخصصة في المجال ده، نعم. نعم. يعني هي زول جايبينه متخصص، مخرج جايب محل مخرج، ممثل بجي في الدور ده جاي في الدور ده، يعني ما نعم. الشغلة ما ملمومة زي ما بقولوا ومشي بس. نعم. أي. حابب تطور العمل بتاعك ده كيف، وطموحك للمستقبل شنو ان شاء الله؟
والله ان شاء الله طموحي في المستقبل هو كبير وربنا يوصلنا له، يعني كونه بكره بعد بكره يعني انه في السينما عفرامو او في السينما قاعة الصداقة انه ماشيين نشاهد فيلم بتاع الامين رفاعي وادمي ماتي حاجه بالشكل ده. نعم. هذه الدائرة واكثر من كده دائرة حاجات، نعم. هاي داير حاجة عالمية، لكن شنو الشغلة زي ما بقول لك بالتدريج، يعني شوية شوية. هسه انا بادي اكتب يعني السلسلة دي، انتهيت من السلسلة دي داير اشتغل الشغل رمضان، يعني هسه انا دي خلاص اعتبارا انتهت. انا بفكر في الجديد، كونه الجديد اشوف مفعوله شنو اللي بحصل، شنو لقيت قبول ما لقيت قبول، ده ما علي، انا بعمل اللي علي الباقي علي رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله موفقين. والرسالة ممكن ترسلها لجهات الاختصاص الآن في هذا